جلاش ميكس جبن وشاورما دجاج، وصفة سهلة جدا وسريعة وبسيطة، حاجة كده جوسي من الآخر. أول حاجة هحضر الشاورما، هجيب البانيه بعد ما غسلته في مية وملح ودقيق ونشفته كويس بمناديل المطبخ. هقطعه تقطيع الشاورما بالشكل ده. التتبيلة عبارة عن كوب من اللبن الرايب، رشة سكر، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، 7 بهارات، رشة من الكمون، ومرق الدجاج كنور. مش هحط اي ملح خالص. هخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض، ومش اقل من ساعة في التتبيلة، ويفضل لو اكتر من كده. بعد كده هنجيب فلفل الوان، هقطعه لقطع صغيرة، هستخدم نصه مع الشاورما ونصه مع ميكس الجبن. تقدروا تضيفوا اي اضافات انتوا بتحبوها. بعد كده في طاسة سخنة معلقتين كبار من الزيت، اول ما يسخنوا كويس جدا هننزل بقطع الشاورما، اديها صدمة اول ما تاخد لون من جنب. هقلبها على الجنب التاني لحد ما تستوي، مش بتاخد وقت من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده نزلت بنص كمية الفلفل، هشوحه دقيقتين 3 مع الشاورما، وبعد كده يكون عندكم احلى شاورما بجد، كان طعمها تحفة. هنجهز ميكس الجبن، هحط نص كمية الخضار، هضيف رومي وموتزاريلا وجبنة خزين، المتاح عندكم استخدموه. بعد كده هجيب صينية الجلاش، هدهنها بمعلقة كبيرة سمنة، هعمل نص الكمية شاورما ونصها ميكس جبن، هعمله رول بالشكل ده، هظبطه على مقاس الصينية. وبالمناسبة قولولي ايه نوع جلاش كويس بتستخدموه. هعمل كمان رول ميكس الجبن، حابين تزودوا اي اضافات تانية براحتكم، انا اكتفيت بس بكده. بعد كده هنحضر الخليط اللي احنا هنسقي بيه الجلاش. هنحط كوب لبن عليه معلقة كبيرة من السمنة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هيدي هشاشة حلوة جدا للجلاش. هنبدأ بقى ان احنا نسقي الجلاش، وهقطعه قبل ما يدخل الفرن عشان يبقى سهل علينا بعد ما يخرج. وعلى الوش هحط موتزاريلا بسيط وفلفل الوان، وعلى فرن سخن اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني، لمدة 10 دقايق. هياخد لون من تحت، هتفتحوا عليه الشواية لحد ما يتحمر وياخد اللون الخطير ده. طعمه بجد كان لذيذ جدا، وحاجة جوسي بقى كده من الآخر. وصفتنا كانت سهلة وسريعة وشهية ومشبعة جدا، مش هتاخد منكم أي وقت خالص، وهستناكم بقى تجربوها. يلا باي باي.